ازيكم؟ النهارده هنعمل حاجة مختلفة شوية عن الطبيعة ريل استيت والكلام الفاضي ده. هنعمل ستيك، أكلة حلوة صحية في نفس الوقت، تعملها بالليل بعد ما ترجع من الشغل. متاخدش منك وقت كتير، تاخد منك يمكن 10 دقايق 20 دقيقة بالكتير قوي، وبتملاك في نفس الوقت. تقدر ان انت تخس دهون، تروح الجيم، تبني عضلات وكل الكلام ده. بس الوجبة دي هتساعدك جدا. طبعا انا هعملها وهاكل وبعدين هنزل الحلقة بعدين عشان بطني ما توجعنيش. يلا خلينا نشوف. طبعا جبت ستيك، وهو النوع اللي انا بجيبه هو ستيك استرالي. ايه ده كله؟ هي تبقى ستيك متقطعة كده سميكة شوية. عشان نعمل الأكلة دي هنحتاج أول حاجة ستيك، هنحتاج كوكينج سبراي. ده أنا بستخدمه عشان ما بيبقاش فيه زيوت. جبت بطاطس اللي هي بيبي بوتيتوز أو بطاطس صغيرة، وخضار على جنب بقى، يا إما بروكلي يا إما في أسبارجس. ده اسمه إيه ده؟ مشروم. دي حاجة كده للتحلية، بيبي كورن. هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجة البطاطس بتاخد وقت، فهملى البراد ده مية عشان اغليه، عشان ننجز، عشان مبتاخدش وقت. لان لو طبعا لو حطيت الحلة على النار وسبتها تغلي هتاخد مني وقت كتير. فالوقت زي ما انتوا عارفين هو اهم عملة معانا، لازم نستغلها صح، وإلا يعني بيقول لك الوقت وقت من ذهب، إذا لم تقطعه قطعك. فخلينا ايه، نوفر وقت. طبعا انا حطيت الفيشة الغلط. ماشي، خليكم معايا. حط بس الفيشة، نجيب البطاطس. طبعا ايه، احنا كده كده اصلا هنغليها، فمش لازم ايه، مش لازم اغسلها، ما تقولوش لحد. بس نحط دي على النار بقى، ايه، تسخن شوية لحد ما نخلص. لحد ما تخلص البطاطس حطهم هنا في الحلة دي. ماشي، لحد ما تخلص هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الستيك زي ما انتوا شايفين هنا. حاسس ان انا كبرت 30 سنة في الشغل في المطبخ. بس بصراحة من اهم المهارات اللي ممكن تتعلمها هي الطبخ، لان انت بتبقى عارف انت حاطط ايه في الاكل. مفيش حد يقدر يحط لك حاجة مضرة بجسمك او حاجة مثلا تتخنك او كده. انت بتبقى عارف بالظبط انت بتاكل ايه، وعلى مسؤوليتك الشخصية. ماشي، نحط، نعمل 2 من دول. ممكن نوزنهم برضو من باب الفضول. هي كده كده اصلا انت لو بتاكل ستيك كل يوم، يعني من احسن الاكلات اللي هتلاقي نفسك خسيت جدا دهون ولكن بنيت عضلات. لان الستيك بتعزز الهرمونات، بالذات هرمون التستوستيرون. ده بحط ملح، مش عارف انتوا شايفيني ولا لا، اني اوريكم.
فبرشها ملح من كل الجهات. طب برشها ملح منين؟ من كل الجهات، من الجناب كمان. لو عندك ملح هيمالايا برضو صحي يبقى حلو. ده السبراي البام ده، والمفروض ان السبراي ده بيبقى زي كده ايه، يعني بدون دهون، بيبقى فات فري. رش رشه كده عشان بس ايه الحاجات اللي احنا بندلقها عليها دي تلزق. وبعدين الفلفل الاسود برضو نفس الكلام من جميع الجهات. الطريقة دي اسهل طريقة تعمل بيها اللحمة الستيك. على فكرة الاكلة دي انت لو كلتها في مطعم يعني مش اقل من، احنا عندنا هنا انا قاعد في دبي، عشان تاكل اكلة زي دي مش اقل من 200 درهم اكلة واحدة للشخص الواحد طبعا. فلو عملتها في البيت، هو اكيد يعني هي غالية لسبب، مش عشان هي بس كده مجرد ان هي غالية، هي غالية عشان مفيدة. فكده اهي لحوص، توزع بس عليها الملح والفلفل من كل النواحي. نفس الكلام في التانية برضو، وزع عليها الملح والفلفل من كل النواحي كأنك بتعملها مساج، بتدلكها. ده بيعمل ايه؟ بيخليها تمتص الحبشتكنات، عشان لما تيجي تحطها في الجريل تبقى ايه ممتصة كل العناصر. ماشي، ونحط دول الباقيين دول في الفريزر عشان هنحتاجهم اكيد تاني. كده احنا عملنا، طبعا البطاطس بتولع، حط بس شوية مية عليهم هنا. ماشي، احنا كده عملنا التتبيلة. عدى قد ايه؟ عدى بتاع حوالي 5 دقايق تقريبا. فاضل بقى كده الشوي بتاع اللحمة نفسها. هنعمل ايه بقى في الشوي بتاع اللحمة نفسها؟ هنشوحها على خفيف في النار، وبعدين هنغطي عليها، او هنعملها في الشوايه. هنحط من السبراي الماجيك سبراي ده، شايفيني ولا ايه؟ كده تمام. الحاجات دي بقى، الخضار ده ما بياخدش تقريبا دقيقة. بعد ما بنعمل اللحمة بنحطه مع اللحمة عشان ايه؟ ياخد الطعم. ممكن برضو ايه تقطع لك تومتين كده بحيث يدوا طعم للستيك. انا عندي هنا توم جاهز، ناخد تومتين 3 كده هينفعونا جدا. حطهم زي ما هما ولا تتعب نفسك، تمرميهم كده في الطاسة. و كده المية غليت، نقوم دلقينها على البطاطس. ممكن نحرك بقى ايه التوم ده كده شوية عشان ايه يدي شوية طعم. اول ما تسخن الطاسة تقوم حاطط الستيك، بس يتشوح من كل الجوانب بحيث ان هو يدي اللي هو اللون البني ده. ادي 1 2. انا رأيي اقطع التوم على الاقل تومية واحدة عشان ايه
هو مش متقطع ما بيمتصش الطعم. طبعا الكلام ده اول مره، ما كنتش مولود بعرف اطبخ يعني، ولكن بكون مثلا قاعد في مره او فاضي في مره بقوم اعمل سيرش ازاي اعمل كذا. دايما كان عندي الحته دي من وانا طفل، ازاي اعمل كذا، واسال مثلا جوجل، اسال دلوقتي عندك تشات جي بي تي ممكن تساله على اي حاجه ازاي اعمل كذا. خليني ايه اقرب لكم ايوه كده. وعاملين ايه، وقلبينها الناحيه التانية. هتاخد بس اللون، احنا كده بس بنديها اللون فقط لا غير، ما بنسويهاش دلوقتي خالص. بطاطس اهي قربت تتعمل. ماشي كده، اللي خدت لون من الناحيه دي. طبعا انا كان عندي اللي هي الكماشه، بس واحد صاحبنا بقى ربنا يسامحه ونسيها في الشقه اللي كنا بننقل منها، عمر اخويا. كده بحيث ايه كل الجوانب ما يبقاش في جانب لونه بينك او حاجه. على فكره برضو اقول لك معلومه سريعه، اللحمه لما بتاكلها مش مستويه 100%، يعني بيبقى فيها كده من نص حته كده شويه بينك، دي بيبقى الكرياتين فيها عالي. الناس اللي هي بتلعب رياضه هتفهم كلامي. الكرياتين الطبيعي فيها بيبقى عالي، كل ما بتسويها اكتر كل ما الكرياتين الطبيعي اللي فيها بيختفي او بيقل، ما بيبقاش مفعوله زي ما بتكون ايه، زي ما بتكون مش مستويه قوي، يعني مستويه بيسموها ميديوم ويل دان. طيب هنعمل بقى ايه، هنعمل الستيك المره دي في الاير فراير، عشان اغلبيه الناس دلوقتي عندهم اير فراير، بالنسبه لهم الموضوع هيبقى سهل. وكمان الميزه ان احنا مش محتاجين نغسلها، ودي طبعا اهم حاجه بالنسبه للشباب، هم عارفين بتكلم في ايه. ف عشان ما نصدعش دماغنا بس. حط البتاع الجميله دي، ترمي يا معلم الستيك زي ما هي كده اهي، هتاخدها واحده واحده في الاير فراير، وترمي عليها ايه التوم الجميل بس خلاص. تقوم رميها في الاير فراير زي كده. الفيشه طبعا انا لسه جاي من الجيم، الكلام ده يعني ايه الساعه كام دلوقتي، 10:30. يا دوب بحطها بقى قد ايه على حسب انت عايزها مستويه قد ايه، بس انا بفضلها لو انت يعني عايز تستفيد اكتر حاجه 8 دقايق كل ناحيه. لو عندك اللي هي الجريل اللي بتطبق عليها من ناحيتين يبقى 8 دقايق مره واحده فقط. يعني حرفيا انت عندك الاكله دي 20 دقيقه بالكتير بتكون جاهزه. طيب دلوقتي بعمل الخضار. حطيت اللي هو الذره الصغير بيبي كورن مع الاسبارجس وشويه توم، وحطيت كمان المشروم. اوريك اهو زي ما انت شايف، هو طبعا مبص عليا مش عارف يبص الناحيه التانية اهو. طبعا المشروب حطيته زي ما هو، يعني ما تصدعش دماغك يا كينج، حطه زي ما هو واخلص. رشه سبراي، طبعا السبراي ده اختراع، يا اما ده يا اما فيه بطعم الزبده يا اما فيه بطعم مش عارف ايه. انا طبعا الافضل ان انت تجيب طعم طبيعي بحيث ايه ما يكونش فيه اي كيماويات يعني. طبعا انا ما بيفرقش معايا ليه، لان
يعني 80% من اللايف ستايل بتاعي صحي، فلو كلت حاجه مثلا فيها كيماويات او كده حاجه بنسبه بسيطه جدا مش هتفرق معايا كتير. لكن لو انت مثلا 80% اصلا من اللايف ستايل بتاعك مش صحي، يبقى على الاقل ابتدي بالحاجات اللي تقدر عليها. ده جارليك باودر، حط جارليك باودر يدي طعم. طبعا هو ناشف. افتكروا يا جماعه ان الحكم الا لله، اللي قاعد بيحكم عليا دلوقتي هو حر. ايوه ماشي. اول ما نخلص يكون ايه، تعالوا نشوف كده الستيك حصل فيها ايه. شكلها ايه، تحفة طبعا. خلينا نقلبها الناحية التانية، نقلبها 1 2 ماشي كده اتقلبت. طبعا شايفين طعمها يعني شكلها تحفة، طعمها بقى يعني ما اقولكوش بجد. يعني لو عملت الاختراع ده بس جربته مرة هتدمن. ماشي هخلص كده. ان هي عدت 2 دقيقتين. ماشي طبعا عايزين نعرف البطاطس استوت ولا لا. بالشوكة هنغزها غزة كده، طبعا هنلاقي ان هي لسه ايه ما استوتش، فهنستنى شوية. بصراحة البطاطس يعني بتبقى طعمها فظيع بس لما بتتعمل صح. احنا كده معانا الستيك والخضار جاهز، فاضل البطاطس بس هي اللي ايه هتعذبنا شوية انا عارف. فالاحسن ان الواحد يكون مجهزها من قبل كده، او يكون مثلا لو عندك اير فراير مثلا حطها في فويل وارميها في الاير فراير قبل ما تروح الجيم، بحيث لما ترجع تكون ايه تلاقيها جاهزة. اللي هيجي يكلمني يقول لي اصل انت جسمك مش عارف ايه ومش حلو، انا اصلا مش بادي بيلدر يعني. انا المهم ان انا ايه، المهم ان انا ابقى عايش لايف ستايل صحي. ويا فرحتي ان انا مثلا بقى جسمي حلو شهر وبقيت 6 شهور ولا سنتين ما بروحش الجيم وجسمي مش حلو. الاحسن ان انت تعمل الحاجة اللي بتخليك مستمر consistent، مش الحاجة اللي تخليك ملتزم شهر ولا اسبوعين وتوقف. فما تصعبش على نفسك الموضوع اسهل مما تتخيل. بس مجرد ان انت تعمل حاجات متوازنة، ما تروحش للاكستريم. ميزة الاكل الصحي بقى ان هو طبعا لو انت ناوي تشتغل في مجال المبيعات او مجال العقارات، هيديك صفاء في الذهن وهيخليك بشرتك هتبقى نقية وصفية صفية نقية وصافية. فالناس هتحس بالحاجة دي، يعني الناس هتحس ان انت في حاجة هما مش فاهمين ايه، بس هو في حاجة انت فيك كده حاجة مش فاهمينها بس، فبيشتروا منك بيعجبوا بيك بتبقى انت شخص جذاب. فالجاذبية دي بتبقى جاية من حاجات كتير كده، كومبينيشن حاجات مربوطة في بعض، لما بتجمعهم في بعض بتوصل لايه لموضوع الجاذبية ده. انا وريتكم صورتي وانا يمكن من 5 أو 10 سنين كده، يعني مش هتصدقوا ان ده انا نفس الشخص. ومش عشان انا يعني خطير ولا حاجة، عشان بس بغير في افعالي واحدة واحدة، بغير في افعالي.